طلع معي واحد وذكر انه طول وقته وهو يغتسل غسل الجنابه ولا يتمضمض ولا يستنشق، يعني تخيل عمر هذا الانسان يمكن 40 سنه وغسله باطل. يا ساتر، سبحان الله درسها يا اخي. يا شيخ الحين غسيل الجنابه ما هو الثلاث هذه تغسلها على جنب 3 مرات جنبك هذا كله. تنوي اول شيء بعدين تتوضا. صل على النبي يجعل ابوك الجنه. انا جيت العمره الحين الله يكرمكم، دخلت الله يكرمكم ويكرم السامعين ويكرم الموجودين، دخلت طال عمر لدرت مياه وجيت طال عمر اسميه بالرحمن بيني وبين نفسي. زين اغسل اللي هو جنبي اللي هو اليمين ده كله الين اوصل. طيب عادي هذا عادي انك تقول التفاصيل هذه بعدين للشيخ. إذا مثل هذه لا يا سعود قضية في عالم ترى ما تعرف. اقول له يلا يا ابو عايض ترى هذا الشيء ما في شيء. في ناس ما تدري. انا اقول لك اغسل جنبي اليمين كامل الين الله يكرمك الين الله يكرمك قدمي بعد الوضوء 3 مرات. اي اتوضا ثم 3 مرات اول شيء تتوضا. اتوضا. يا شيخ يجوز انك تحت الشاور انك تتوضا عادي وتطلع، صح ولا لا؟ يعني ما يحتاج، يعني اذا تطبق السنه انه بيدك اليسار جنبك الايمن وبيدك اليمين جنبك الايسر، صح ولا لا؟ صح على النبي عايض. ابو حمد نعم تغسل اول شيء تتوضا انت. يا عيال والله انا اقول لك يا سعود في طريقتين. اما الطريقه الاولى هو ترى عايد بس من الشيشين. ان كان انك تريد ترى هذه في الدين ترى عادي يا اخي. في ناس ما تعرف ترى، يمكن في ناس يفتحونهم يقولوا يجي عند احد يقول انا ما اعرف مثلا اغسل جنابتي. يا اخي انا الان اقول لك واحد عمره يمكن هي في لحيه الشيخ جانا شيء يدعون الشيخ احنا ما ندخل. ما يتمضمض ولا يستنشق في الغسل، يعني يغسل جنبه ويغسل جنبه ولا يتمضمض ولا يستنشق. هذا يعني ما توضا. لا شوف اول شيء توضا. انا تركوني اول شيء توضا في المغسله. طب لحظه سعود خلي الشيخ يقول يعني الطريقه. انا بقول لك بدون اي تفاصيل. الله يرحم والدك يا سعود، انت قاعد تجيب العيد. هم بتفاصيل اسكت. صل على النبي غير الموضوع بس خلينا نستفيد باي شيء. صل على النبي صل على النبي ابو حمد معك. تفضل. لا انا معك تفضل يا شيخ، علمنا الطريقه الصحيحه عشان نبغى نغير الموضوع. ما عليك لا تخاف. ابو حمد قول له هو خايف انه يجيب. بالله خلينا كيف الطريقه الصحيحه يا اخي؟ لا حياة في الدين يا اخي، هذه مساله لا حياة في الدين بس مو مع سعود بيجيب العيد يا شيخ. لا ايش دخلني؟ نبغاك تتكلم. ايش دخلني انا لا الموضوع ما ينفع نغص فيه، بس يا شيخ نبغى الطريقة الصحيحة للاغتسال عشان الناس تستفيد وعشان كلنا نستفيد. سعود لو سمحت بالله لا الاغتسال له إما طريقة مجزية تجزي وهو تعمم الماء على جسدك كله، تأتي تحت الدش وتصب الماء كله على جسمك، تعمم جسمك بالماء وتمضمض وتستنشق، هذه مجزية تجزي. لكن إن أردت الغسل اللي فيه السنة واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، الغسل المستحب، فهو أول شيء تغسل الكفين 3 مرات الكفين ثم تستنجي. حتى بعضهم ترى ما يعرف معنى تستنجي، يعني يغسل العورة مكان القدر، ثم بعد الاستنجاء يتوضا وضوء أهل الصلاة وضوء كامل، ثم بعد الوضوء يروي شعر راسه بالماء 3 غرفات، يغرف الماء قبل الجنب وقبل كل شيء، يغرف الماء على راسه غسل ما هو بمسح، يغرف غرفات بيديه ويضعها على راسه حتى يتروى شعر راسه بالماء، ثم بعد ذلك يبدأ بالشق الأيمن، ما يحتاج 3 مرات، لو مرة واحدة، أو أن يعممه بالماء أو تحت الدش، الشق الأيمن ثم الشق الأيسر، ثم يعمم الماء على باقي جسده. هذا هو الغسل المستحب. واضح يا سعود؟ جزاك الله خير. واضح. جزاك الله يرحم والديك ويجعل والديك يعني يتوضا وضوءه العادي يسوي ذي الشيء. بعد الوضوء ما عندي متكلم، ما خلتني اسال الشيخ. يا خلينا نتكلم عن اكل مال اليتيم، عن اي شيء يعني غير الموضوع ذا. في صغار يا خلاص جماعه تتكلم من هذا الموضوع. لا مو انا اتحسس يا شيخ، بس انه في صغار يعني، لانه في تعليقات كثير قاعد يقول في صغار يغتسلون ويش